عارف انت الاحساس لما بتبقى ماشي في مول وتشوف حاجة عجبتك قوي وتشد نظرك وتحس فعلا انك محتاج الحاجة دي قوي. الحاجة دي ممكن تكون لبس معين او موبايل جديد او جهاز او اي اداة من الادوات. هنا بتبدأ دماغك تشتغل على طول، انا محتاج الحاجة دي فعلا، دي فرصة، ده شكله جميل قوي، ده سعره لقطة ومش هيتعوض. وتبص تلاقي نفسك اشتريت الحاجة دي فعلا وبتبدأ تدفع تمنها وتحس انك عملت انجاز وانتهزت فرصة مش هتتعوض. وبعد كام يوم بتبدأ تهدى وتبص على الحاجة اللي انت اشتريتها وتقول لنفسك هو انا كنت بفكر في ايه لما اشتريت الحاجة دي؟ انا ازاي اقنعت نفسي؟ السؤال هنا، هل انت كنت محتاج الحاجة دي فعلا؟ والحاجة دي كانت ضرورية بالنسبة لك وكان سعرها لقطة فعلا؟ ولا دي كانت لحظة حماس خلتنا نشتري حاجة ملهاش لازمة او ما كناش محتاجينها قوي بالصورة اللي انت كنت راسمها لنفسك في المول، وكان ممكن تستغنى عنها عادي جدا وحياتك ما كانتش هتقف عليها؟ وعلى فكرة نسيت اقولك ان دي من اهم الاساليب اللي بيستخدمها رجال المبيعات وبتستخدمها الشركات كمان في عمليات التسويق، وهم انهم فعلا بيشتغلوا على النقطة دي تحديدا فيك وبيبدأوا كمان ينموها عندك. عموما ده مش موضوعنا دلوقتي، خلينا دلوقتي فيك انت. صحيح، انت ازاي اقنعت نفسك ان الحاجة دي ضرورية بالنسبة لك ولازم تشتريها فورا؟ لو لسه بتفكر ومش عارف الإجابة تعال نشوف مع بعض. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة. واحنا دلوقتي في الموسم الأول واللي بنتكلم فيه عن قواعد المال، وفي الحلقة دي معادنا مع قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة 24 ساعة. لو أول مرة تشوفنا ممكن ترجع للحلقات اللي فاتت، هتشوف وتتعرف على قواعد مالية هتفرق جدا في حياتك، وده لأننا بنقدمها لك بصورة سهلة وبسيطة وبدون أي تعقيد أو فزلكة. وياريت كمان تتابع معانا باقي الحلقات لأننا بنقدم لك خلاصة الخلاصة في فهم قواعد المال، وكمان بنقدمها لك على طبق من ذهب. انا افتكرت دلوقتي الاستاذة منى اللي كانت جارتنا زمان. ايوه، طب ودي ايه علاقتها بموضوع الحلقة؟ استنى عليا شوية. الاستاذة منى دي كانت بتحب التسوق اونلاين جدا، وكانت اول ما بتشوف اعلان لمنتج جديد بتحاول توفر فلوسه باي شكل علشان تروح تشتريه على طول. كانت دايما بتقول انا بشتري الحاجات اللي بتسعدني، وايه لازمة الفلوس ان ما كناش نشتري ونتمتع بيها؟ لكن مع مرور الوقت الاستاذة منى بصت في بيتها لقت ان في حاجات كتيرة قوي واجهزة كتيرة مش بتستخدمها اصلا، لا ودايما كان بيبقى كارت الفيزا بتاعها واقف على الحافة. في يوم وهي بتتكلم مع واحدة صاحبتها قالت لها جملة بسيطة سمعت معاها وفضلت ترن في ودانها. قالت لها انت حلك الوحيد يا منى انك تستخدمي قاعدة 24 ساعة. الأستاذة منى قالت لها ايه قاعدة 24 ساعة دي؟ صاحبتها قالت لها ما انت عشان ما تعرفيهاش بتقعي فريسة لعدم التخطيط. وعلى العموم دي عبارة عن قاعدة مالية مهمة جدا وناس كتيرة قوي عارفاها وبيطبقوها وكمان جابت نتائج إيجابية جدا في حياتهم. والقاعدة دي ببساطة معناها انك قبل ما تشتري اي حاجة نفسك فيها وانت عارفة انها فعلا مش ضرورية 100%، زي العلاج او السكن او الاكل والشرب، الحاجات دي معروفة انها ضرورية ومفيش استغناء عنها. المهم انك قبل ما تشتري اي حاجة نفسك هفتك انك تشتريها، كل اللي عليكي انك ما تشتريهاش في الحال او ما تشتريهاش على طول، ولكن استني 24 ساعة قبل ما تشتري الحاجة دي. لكن الأستاذة منى ضحكت وابتسمت ابتسامة خفيفة كده وهي بتقول أيوة، وهي يعني ده هيغير إيه بالظبط؟ لكن صاحبتها قالت لها مش هتخسري حاجة لو جربتيها. وبعد كام يوم الأستاذة منى كانت قاعدة بتعمل شوبينج أونلاين كالعادة، وحطت في سلة المشتريات 3 حاجات، وقبل ما تدفع افتكرت كلمة صاحبتها وقالت في نفسها مش هشتريهم دلوقتي وهسيبهم لحد بكرة. تاني يوم وهي راجعة من الشغل بصت على سلة المشتريات وقالت بصراحة
أنا مش محتاجاهم أصلا، أو حتى على الأقل مش محتاجاهم ضروري في الوقت ده خالص. ساعتها فكرت إنها ممكن تستغل الفلوس دي في حاجات تانية أفيد ليها وأنفع، واتمسحت كل المشتريات من السلة بتاعتها. ومن ساعتها بقت القاعدة دي أسلوب حياتها. بص يا سيدي، القاعدة دي مش بس عن الشراء والمشتريات اللي انت بتشتريها، دي قاعدة مالية مهمة جدا بتخليك وبتساعدك انك تسيطر على قراراتك ورغباتك اللي بتاخدها في لحظة ضعف او بتاخدها نيابة عن العاطفة. 24 ساعة دي بتسمح لعقلك الواعي انه يتدخل بدل العاطفة اللي بتتحكم فيك وقت الشراء. الخطوات بسيطة جدا. أول ما تشوف حاجة نفسك تشتريها، على طول اسأل نفسك سؤالين: هل أنا محتاجها فعلا ضروري؟ هل ممكن أستنى شوية؟ لو الإجابة مش واضحة وقاطعة، سيب القرار 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة اسأل شوف هل نفسك تشتريها بنفس القوة؟ لو الإجابة يبقى اشتريها، لكن لو الإجابة لا، يبقى مبروك، انت حطيت رجلك على اول الطريق للسيطرة على قرارات الشراء اللحظي. ومبروك عليك كمان انك وفرت فلوسك. عايز اقول لكم ان 80% من الحاجات اللي كنا بنفكر نشتريها بنكتشف بعدها انها ملهاش قيمة بالنسبة لنا او ملهاش منفعة في الوقت الحالي، وممكن الاستغناء عنها عادي جدا. وبالمناسبة ده السبب الاساسي او من اهم الاسباب اللي بتخلي ناس كتيرة قوي تيجي اخر الشهر وتقول انا مش عارف الفلوس راحت فين، المرتب طار. قاعدة حلقتنا النهاردة في غاية الأهمية، وهي قاعدة 24 ساعة. يعني قبل ما تشتري أي حاجة غير ضرورية استنى 24 ساعة بس. اليوم ده كفيل إنه يفرق ما بين الرغبة اللحظية والحاجة الحقيقية، ودي واحدة من أذكى الطرق اللي بتخليك تحافظ على فلوسك من التسريب المالي من غير ما تحس. ولو لسه بتسأل أعمل إيه في المصاريف الصغيرة اللي بتتجمع وبتاكل المرتب من ورا ظهري، استناني في الحلقة الجاية هنكتشف مع بعض سر تاني من أسرار السيطرة على الفلوس والإدارة المالية لحياتنا، اسمه تتبع كل جنيه. قاعدة بسيطة بس هتخليك تفتح عينيك على اللي عمرك ما كنت واخد بالك منه. كان معاكم أحمد مبروك من فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.